دلوقتي ما اعرفش شقتي اللي هتجوز فيها كام اوضه، ولحد دلوقتي ما شفتش عتبتها. ليه يا بنتي؟ نروح نشوفها بكره. انا كمان عاوز اشوفها. هي الشقه فين يا عادل؟ انا مش عارف يا حاج انتوا ليه مستعجلين على الشقه؟ شفت يابا؟ اهو هو كده، كل ما اجيب له سيره الشقه يروح مشمر لي وشه. ما عشان ما فيش شقه. نعم؟ مفيش شقه؟ ما فيش شقه يا حاج. ليه يا ابني؟ انا مش مديك فلوسها عشان تحجزها؟ حصل يا حاج، وانا خدت الفلوس بس صرفتها. سعد اخويا كان مزنوق وكان عايزها في شغل. سعد كان محتاجها. انت زعلانه ولا ايه يا بنت؟ لا زعلانه ايه يابا؟ يا بنت الكلب، عادل واهله مننا وعلينا. ياخدوا الفلوس يشغلوها مفيش مشكله، المهم هترجع تاني. كل يا ابني، كل كل كل. والله يا حاج انا ما عارف اقول لك ايه، انا بتعلم منك الدنيا. يا عم كل، مفيش مشكله، كل. انت مزوده الملح ليه في الاكل؟ يابا انا ما حطيتش ملح في الاكل، لسه حطاه بره. مش حاطه ملح ليه؟ هقوم اجيبهولك يابا. كل يا ابني، كل عشان يبقى عيش وملح. انت ايه اللي وقعك في الجوازه دي؟ مراتي يا سيدي قالت لا هي انا مفيش. معلش بقى يا صاحبي، كده انت اتشلت من قاموس البطوله. طب اعمل ايه بس يا عم سالم؟ مش عايز ازعلها ولا اكسر بخاطرها. ما تعملش حاجه، عيش. وبعدين النسوان دول مخلص انواع، وجايز النوع الوحش ده هو اللي يمشي معاك. بيني وبينك انا مش فارقه معايا، انا نفسي في عيل اخلفه كده واشيل اسمي. لا ان شاء الله هتجيب عيله مخلص، بس يا رب ما يطلعش وحش زيها. يا عم ما تفولش. انت عارف يا مخلص اعلى حاجه في جوازك ده ايه؟ ايه؟ انك هتبقى مناسب وتحل لي حكايتي. خلي بالك شغل صباح في الشارع خلاها ست مش سهله، صباح صعب قوي. ان شاء الله بس حتى تبل ريقي بكلمه حلوه يا مخلص. يعني عايز نعمل لك ايه؟ اشتغل لك مرسال غرام؟ لا لا لا، اروح اقول لها والنبي حب المعلم سالم بالعافيه؟ ايه يا مخلص؟ بتبقى وحش يا مخلص لما بتشرب. ياه دماغك بتخف كده ودمك بيتقل يا اخي. طب والله بكلمك جد، انا عايز اخدمك، قول لي اعمل ايه؟ عايز نعمل لك ايه بالظبط؟ اقول لك انا كلمتين حلوين كده عني، وعن شياكتي وعن فلوسي وعن يعني عن حل البضاعه يا مخلص. وبعدين كلمتين عن الزمن وعن العمر اللي بيجري بيها. دماغ ختلين، واقول لك سيب الباقي عليا. انت عارف اللي واقف لك في الموضوع ده زي لقمه في الزور مين؟ مين؟ سليمان. سليمان مين؟ بتاع الفيران؟ شاب صغير وهتلاقيه مثبتها بالكلام وبالطريقه يعني. شفت حاجه مخلص؟ حد الله، انا ما شفتش حاجه بس حاسس، ومحسوبك لما بيحس احساسه بيرشق في الجول في التمانيات. خلاص خلاص يا مخلص. الله مالك؟ صحتك يا جدع. بقول لكم ايه، مش عايزه غباوه على الصبح، امتحانكم كمان ساعتين. يلا ماما هحلها بكره، انا تعبانه. بكره ايه يا بت؟ امتحانك كمان شويه. وانت عملت ايه؟ ايوه يا ماما خلصت بس براجع. وريني. يلا روح اغسل سنانك يلا بسرعه. حاضر. الله، انت ايه اللي قوامك؟ مش جاي لي نوم. يا ابراهيم خش كمل نومك عشان ما تنامش بكره في المكتبه وابويا يعمل لنا مشكله. يا ستي مش جاي لي نوم، هنام بالعافيه يعني. ايه يا ابراهيم، في حاجه مضايقاك؟ بصراحه كملي انجزي بصي. خير؟ كنت عاوز اكلم المعلم في زياده كده ومش عارف اجيبها له ازاي. بقول لك ايه، ابويا دغري هاتها له على بلاطه وهو مش هيمانع. طب بقول يا منون، ما تجيبيها من ناحيتك انت، يعني بقى قولي له المصاريف والعيال، وانت برضه ليكي طريقتك. حاضر. اقوم اعمل لك نعناع عشان تنام؟ لا خليكي انت مذاكري العيال، انا هتفرج على التلفزيون شويه وبعد كده اخش انام. ماشي وريني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم. انت ما نمتش ليه لحد دلوقتي؟ امال مين اللي هيفتح المكتبه بكره الصبح؟
هنرجع نعك تاني يا ابراهيم في الشغل؟ لا 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 يا معلم، ده انا كنت نايم وقلت اخش الحمام. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا اخويا. تصبحوا على خير يا منير. عايزه حاجه؟ اه بس عايزه. لا 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 ايه؟ هو الواد جوزك ده مجنون ولا ايه؟ معلش يابا، اصله كان عاوزني اكلمك انك تزود له شويه في المهيه. زياده؟ ليه؟ ده بيشتغل بقاله يومين. قلت له والله يابا الحكومه بتاخد زياده بعد 4 سنين يا استاذ. انت عايز تاخدها بعد يومين؟ والله مش فاهم البجاحه دي يا اخي. سيبك منه، سيبك منه. انت محتاجه حاجه يا بت؟ لا يابا الله يرضى عليك. لو عاوزت حاجه قولي لي. ها؟ حاضر. قال زياده. حاسب. تعمل ايه يا زمالة؟ السلام عليكم. استنى يا علي، عاوز ايه؟ ايه؟ بتعملي رقصة جديدة ولا ايه؟ ما عندكيش زباين؟ بلانيلة، هو في حد بقى يعمل شعره اليومين دول في الحتة؟ ده انا بفكر اقلبها مكتبة. وانا ادورها لك وربنا وتبقى 100 100. طب وتكلف كام الليلة دي بقى يا علي؟ بصي هتتكلف، بس احنا ممكن نبتدي بمكنة واحدة وربنا يكرمنا. يا عم الحيتان يدوسونا في المنطقة، مكنة واحدة بس. طب انوي انت بس وسيبي الباقي عليا. هو انت كنت عاوزاني عشان كده؟ لا والله انا ما فكرتش في الموضوع ده لو انت واقف معايا حاله. امال كنت عاوزاني في ايه؟ انت عرفت ان قمر هتتجوز؟ ومين في الحتة ما يعرفش؟ ربنا يوفقها. انت لسه بتحبها يا علي؟ حب بقى حب مصالح. الناس ما بقتش بتحب الا مصلحتها زيزي. انت ابن حلال يا علي، وربنا هيوقعك في بنت الحلال اللي زيك ان شاء الله. وانت بنت حلال يا زيزي. خلي بالك من نفسك يا علي. خليها على الله يا عسلية. حاسب رجلك. ما تبص انا بتأنن ليه؟ الله، وشك منور زي السيراميك. والله ولا زمانه نادره. أول مرة أخرج من الحمام بتاعنا مبسوطة قوي كده. فيك الخير يا زينهم. ربنا يخليكي، بس ادعي لعلي مش انا. والله لولا بخاف أدعي في الحمام لكنتش كل رغوة صابون أدعي لعلي ابن بطني ربنا يكرمه. ربنا يكرمنا كلنا. انا دخلت اصل عليه استغربت، لقيت عمال وإشاني بقى وسيراميك وقاعده بتاع الحمام والدش الجديد اللي انت شفتيه ده. وجايب لهم بقى فول وطعميه وزبادي مدلعهم اخر دلع. ليه يا ابني ليه كده؟ ليه المصاريف دي كلها؟ يقول لي يابا وانا لو ما كنتش اسعدك واسعد امي اسعد مين؟ ما أصل الحنية ما بتتشحتش يا زينهم، وعلي ابن بطني طول عمره حنين. طيب قومي البسي حاجه تستاوي. حاضر. يلا. شفت بقى الضحكه اللي في وش امك دي تسوى الدنيا كلها. ربنا يخليك لينا يابا. انا كنت عايزك في حوار كده. عارفه تقريبا يعني. عايز تبيض الشقه. ابا. ايه؟ ابوس راسك. ليه انا عملت لك ايه؟ ايه رايك في البيت الزيك كوافيره؟ اهو كده الكلام. تفكيرك انا ابتدى يقرب من تفكير ابوك. والله بنت طيبه غلبانه على قد ايدنا وعندها محل، وهذا هو الاهم. وهي اللي فتحتني في حوار المحل نقلبه مكتبه. اهو كده الكلام. راسنا بقى الحكايه تمضي عقد جواز مع عقد المحل. وهنعرف يابا نحمي المكتبه؟ طعبت يالا. كل واحد بيحمي تابوته. وابوك لا مؤاخذه كان الجامد قوي بتاع المنطقه دي، يفهم. ياما. أيوة يا علي. ابنك بقى يا ستي قرر يتجوز البت زيزي صاحبه الكوافير. خلي بالك بقى، بنت عاقله ومؤدبه ومقرشه وعندها محل، وده الاهم. يا سلام يا زين ما اخترتي يا حبيبي. ايوه كده، مش اللي رفع لنا مناخيرها في السما. يعني انت موافقه اما؟ الا موافقه موافقه وبس. طب اوعى يا واد اهو. تعملي ايه؟ انت يا ولي انت. بس يا مجنونه. خلاص يا اما بقى. شفت بقى المره المجنونه؟ ما معكش فلوس نوديها المستشفى؟ تقول لحظه. ماشي يابا.
ما تنجزي يا رشا، انجزي. ايه الزحمه اللي قدامك دي؟ اعمل ايه بس؟ ما انا لازم اروح المطبعه عشان اجيب الورق. لا، مطبعه مين؟